عايزه اقول حاجه يا اشرف. اتفضلي. بالنسبه للمسرح القومي، لقيت في يوم مدام سميحه ايوب بتكلمني الساعه 9 الصبح، كان طبعا تليفون ارضي مفيش موبايلات والكلام ده. صباح الخير يا عفوفه. قلت لها اهلا مدام سميحه. قالت لي صباح الفل، ازيك عامله ايه؟ قلت لها الحمد لله. قالت لي ها تشتغلي مسرح؟ ما قدرتش اقول لها لا، الست كل مره بتديني اجازه وبتديني ورقه صفراء. لو قلت لها لا هتزعل مني، انا مش عايزاها تزعل، انا من جوه قلبي بحبها وما زلت بحبها وهفضل احبها. فقالت لي عندي بقى دور وعندي مسرحيه حلوه قوي وهيكلمك الدكتور عبد العزيز حموده استاذك واحمد زكي استاذك، احمد زكي المخرج رحمه الله عليهم جميعا يا رب. فقلت لها طيب. انا كان عندي مسلسل وكنت يعني ايه متردده اعمله ما اعملوش، ما كانش عاجبني قوي يعني. فقلت لها طيب. قالت لي ها هتفوتي عليا امتى؟ قلت لها عايزاني. قالت لي النهارده الساعه 12 تكوني عندي. قلت لها طب خليها الساعه 1 ولا الساعه 2 يا مدام ساره. قالت لي طب خلاص تعالي الساعه 2 استناكي. كانت هي ساعتها مديره المسرح القومي. رحت ادتني النسخه وقابلت الاستاذ احمد زكي المخرج، والدكتور عبد العزيز حموده كان استاذي برضو، كان بيدرس لي نقد في المعهد. وقعدت هي تشرح لي الدور، تقول لي هنا بصي بقى انا عايزه عفاف شعيب، هنا سميحه ايوب الثانيه. انا بقول لك اهو ده دور اوعى. انا بصراحه خفت واترعبت يعني. سميحه ايوب هو حد زي سميحه ايوب ولا حد هيبقى زيها؟ استحاله يعني. فقلت لها طيب يا مدام سميحه وخفت. فاحمد زكي قال لي ما تخافيش، الدور حلو معاكي مجموعه حلوه وان شاء الله تبقى مسرحيه حلوه وناجحه باذن الله. قلت له يا رب ان شاء الله. وفعلا عملنا بروفات وعملنا العرض. كان المفروض المسرحيه تقعد شهر، قعدت 6 شهور.